رحله كاس العالم اللي احنا لسه عايشين فيها، مش عارفين لسه ننفصل عنه ولا ننسى اللي احنا المتعه اللي شفناها على مدار شهر. فكان الملك طبعا لدوله المغرب بيستقبل امهات اللاعبين في لقطه وفي صوره مميزه جدا بنعرضها لحضراتكم على الشاشه، لان احنا شفنا ارتباط اللاعبين دولت بامهاتهم عامل ازاي. حاجات كده اتحفرت في الاذهان ولقطات عمرنا ما هننساها، كل دي حاجات مستحيل تتنسي. حصل فوزي اللقجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم، وليد الرجراجي كمان المدير الفني المتالق للفريق، على وسام العرش الملكي بدرجه قائد. وحصل لعيبه المنتخب المغربي بالكامل على وسام العرش الملكي بدرجه ضابط، وده بعد الانجاز التاريخي اللي حققه نجوم المنتخب المغربي في كاس العالم قطر 2022. ده تواجد الجماهير الموجوده لاستقبال ابطالهم، واعتقد يعني يستحق اللاعبين ان هو يكون في هذا الاستقبال الكبير ليهم والتعامل معاهم على ان هم كسبانين، لان بالفعل هم كسبانين من النتيجه وكسبانين احترام العالم. ودي بقى حاجه اهم بكتير جدا، ان انت تكون بتظهر بشكل مشرف، ان انت تعرف كل الناس يعني ايه منتخب بلدك ده منتخب كبير، الكل بعد كده يعمل لك الف حساب. واحنا ارتبطنا مع لعيبه المغرب وامهاتهم طول الوقت، فكان الملك طبعا بيستقبل كمان امهات اللاعبين في لقطه وفي صوره مميزه جدا. احنا شفنا ارتباط اللاعبين دولت بامهاتهم عامل ازاي، لعيبه سافرت وراحت وجت وشافت النجوميه وفلوس وكل يعني كل حاجه بتيجي مع الشهره حصلوا عليها، ولكن تشوف الواحد فيهم ازاي بيتعامل مع وجود والدته في الزعل او في الفرح، تحس ان انت رجعت طفل تاني. يعني ما فيهاش هزار، مش هتفرق ما بين نجم كبير نجم صغير لاعب مشهور غني مش غني جنسيتك ايه. الوضع اللي احنا شفناه ما بين اللاعبين ووالدتهم في الملاعب وازاي بيتفاعلوا معاهم، حاجات كده اتحفرت في الاذهان ولقطات عمرنا ما هننساها. فاعتقد اشرف حكيمي بوالدته والصور الكتيره اللي شفناها، وليد الرجراجي نفسه وصعوده للمدرجات علشان يكون بيقبل راس والدته، دي كلها حاجات شفناها وتابعناها. والرقصه الشهيره لوالده احد نجوم منتخب المغرب داخل الملعب بعد التاهل لنصف النهائي، كل دي حاجات مستحيل تتنسي. فهارد لك اكيد لمنتخب المغرب اللي احنا كنا بندعمه طول البطوله من قلبنا لان احنا شفنا منتخب عربي افريقي شقيق بيحاول ان هو يكون بيكتب تاريخ، وقدر ان هو يكون بيعمل ده. فكان لازم يكسب بدعم الكل، وكان لازم يكسب احترام الكل بعد انتهاء هذا المشوار الذي يدعو الى الفخر. والله العظيم الدمعه هتفر من عين الواحد يعني. الام يا جماعه، الاسره، الهي يا رب ربنا يبارك لكم، والهي يا رب دعوات امهاتكم توصل لكم وتاخدوا البطوله يا رب. وحتى لو ما خدتوش البطوله انتوا في عينينا ابطال. مليون قبله على راس كل ام، ومليون قبله لكل لعيب الحقيقه فرح كل ام وفرحنا وادانا درس جديد. هذه هي الثوابت الحقيقيه التي لن نتخلى عنها في يوم من الايام. وبشكر لعيبه المغرب، انتوا يعني مصممين تدونا دروس، يعني سقفنا لكم وهنسقف لكم، بنسقف لكم على لعبكم وبنسقف لكم على بركم. انه الام يا جماعه، الاسره، الام اللي عرفت تربي وتنجح وتكبر وتعظم وتعلي من شأن امه، بر ام وفرحه امه. انا فرحت ليهم بزاف، ماشي غير الوالد، فرحت للدراري كاملين والجمهور كله اللي كان معانا، فرحت بزاف. انا اول مره اللي جيت باش نتفرج فيهم، اول مره ملي كان والد كيلعب ولا مدرب، ولا اول مره اللي جيت من باريس حتى القطر باش ان شاء الله نساندهم ونكون معاهم. هودك وليداته هو وليداتي حتى انا، ربي يعاونهم وربي يجيب لهم التيسير. ام عمرها ما راحت الملعب، ام وليد بتقول انا عمري ما رحت له الملعب، لا هو بيلعب ولا هو، بس جات له. والتسجيل انت شفتوا الوليد ده قديم بيتكلم على بر الام يعني. الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، ما تجوش تقولوا لنا اجر الرضاعه واجر العمل واجر البتاع. هي الام دي محتاجه اجر، هي اللي قدامكم دي محتاجه اجر. هو ده الاجر اللي هي خدته، ان العالم كله بيتفرج عليها، احلى واجمل واروع من اي حاجه. في حد اتكسف من امه اصلها لا مؤاخذه كبيره في السن شويه، ولا اصل لبسها مش عارف ايه، ولا اصل الحجاب، ولا واحده مهتمه بشكل اللبس، مهتمه انها تروح تدعي لابنها، تدعي لفريقها، تدعي لوطنها، تدعي لبلدها، تدعي لعالمنا العربي بالكامل.
يعني احنا عاملين نسقف للمغرب من اول البطوله، لكن هنا مش نسقف بس، نصفق وننحني اجلالا واحتراما وتقديرا واجبارا. والهي يا رب دعوات امهاتكم توصل لكم وتاخدوا البطوله يا رب، وحتى لو ما خدتوش البطوله انتوا في عينينا ابطال. مليون قبله على راس كل ام، ومليون قبله لكل لعيب الحقيقه فرح كل ام وفرحنا وادانا درس جديد. هذه هي الثوابت الحقيقيه التي لن نتخلى عنها في يوم من الايام. اسلام سامي، مساء الفل. حاجه جميله والله. لبس لك النضاره بقى بصراحه. تقرير جميل، جمال غير عادي والله بجد. الواحد اتاثر جدا، ربنا يبارك في كل الامهات يا رب ويرحم اللي توفوا. زي ما حضرتك بتقول الواحد بيتعلم يعني بره الكوره، دي انسانيات غير عاديه. وفرحه امه طبعا، هو اي حد في الدنيا ماشي بدعوه امه وفرحه امه. وبص حضرتك المنظر عامل ازاي، ورقصه بوفال مع والدته بعد المباراه. يا نهار ابيض على الجمال. والدته بعد المباراه ده كان احتفال ايقوني زي الصوره اللي جت كده، الناس كلها بتتكلم عليها. ياخدها ويجري بيها حاجه جميله وهي بترقص ومبسوطه. خلاص امه فرحانه بابنها، فطبيعي يعني. بصراحه هم كلهم جمال ويستاهلوا كل خير يا رب. وربنا يا رب يخلي اهالينا راضيين عننا دايما يا رب، يكملها لهم بالخير يا رب ان شاء الله.